بما انه الاجواء شتويه وزي ما بتعرفوا احنا سناقل بائسين حزينين مش ملاقيين اشي نعمله، ففكرت انه ليش ما اصور فيديو من شنات تيك توك، منها بنتسلى وبنضحك وبنتدفى بهاي الاجواء الشتويه. فعشان هيك يا جماعه جهزوا حالكم لفيديو مليان تخلف ومليان فيديوهات بتضحك. ما اتوقع في داعي اذكركم تعملوا لايك للفيديو، واذا اول مره بتشوف القناه اشترك، خلونا نوصل 10,000 مشترك باسرع وقت. فيش وقت كثير نضيعه، فيلا نفوت على التيك توك ونشوف المنشنات المتخلفه اللي عملتوا لي اياها. صور من نص غرفة نوم بشار الأسد. تعال شوف مع بعض. يعني الشعب السوري مستعد يسامحك عن كل شيء، بس عزوخك الخرا هاد مستحيل يسامحك. هاي بنت ولا هيكل عظمي؟ وانا عم قول ليش جوع الشعب السوري كلياته صار هيك. شكله الاخ وعدها لاسماء انه والله لجوع لك الشعب السوري كلياته، وعد واوفى يا اخي. ولا شوفوا لي هون بحياة الغوالي، هاي وقفة رئيس. لك هاي وقفة رئيس ولا رهينة بالكونتر؟ ولا ليكو هاي مثل هذول بيفطروا بالعيد ميلاد، عرفتوا العروس اللي بتفطر بالعيد ميلاد؟ شو هاد؟ ولا شوفوا لي هالتسطيحة، ما تصبح لك سدحة واخذ وضعية شو يا عنبر ممكن النمبر. بدي اتفرج هذا منظر، لك هذا منظر. لا حول ولا قوة يا اخوان، والله العظيم يعني اوكي هو بيستحق كل اشي بصير فيه، والله لا يقيمه، والله يعطيه بزيادة كمان على الاشي اللي سواه في اهل سوريا. بس حرفيا سنة 2024 برعاية ثور بثار ثوره كثير حلوة. والله اموت واعرف ليش بتصور بالكلسون، ليش كل صوره بالكلسون يا مش فاهم؟ ما عندهم مش بناطيل، عنده حساسية منهم، معنى الصور كلها طالعة بالكلسون. في إلنا بشار انت وضعك مش تمام. اقسم بالله البشريه انهبلت، والله سكان الارض انهبلوا خلص. ليه بتعمل بحالك هيك؟ يعني ما كنتش حاب احكي لك، بس انت حرفيا طبقت كل شروط التفتفه والتبزيق وكله. يا جماعه الكل الحق، تقدروا تتفوا عليه لانه بيستاهل صراحه على الاشي اللي قاعد بيعمل. فيلا راح ابعد 1 2 3 اشتغلوا ظبطوا الوضع. تمام، يعطيكم العافيه. ما عندي اعتراض على انه شاب يرقص له شوي، بس يعني مشكلتي في اللبس تبعك، وغير هيك الهزل زياده عن اللزوم. يعني واحد بيعمل هيك انت فاهم علي، خفيف خفيف كونك زلمه، بس انها تقلب معك صفي نار لا، هيك اوفر وانت بتستحق الفقر. احنا ما بنظلم حدا بهاي القناه، اللي بيستحق باخذ الفقر، اللي ما بيستحق ما بنعطي. محمد الجولاني او احمد حسين الشرع، نقول بدكم اياه. خلونا نشوف السي في. اول شيء كان عم يدرس طب بالجامعه، بس بعد سنتين من الدراسه حس انه يمكن نقل ميجر الغلط، انه عاده بتصير، فقرر يغير الميجر تبعه وراح ليلتحق بالقاعده بالعراق. مش عادي وما بتصير. بعدين السلطات الامريكيه اعتقلوا وبعد ما اعتقلوا ما بعرف كيف وليش رجعوا تركوه، وبس تركوه قال الجولاني بتعرفوا شو، حاسس ماي بوتنشل اكبر بكتير من انه يكون بالقاعده، فقرر يترك القاعده وراح ينضم لداعش بالعراق. لا سي في محرز، واشتغل تحت ايد ابو بكر البغدادي، او على قولة ترامب ابو بكر البغدادي. فقال ابو بكر لا الجولاني عم فكر افتح فرع جديد لداعش بسوريا، شو رايك انت تستلمه؟ فالجولاني قال له اوكي دوكي. بس بعد سنتين من العمل مع داعش حس انه their environment is a little bit toxic، فقرر يرجع على القاعده وصار قائد لجبهة النصرة، وقعد 3 سنين مبسوط لحديت ما حس انه بتعرفوا شو، بطل بده يشتغل عند حدا وصار بده يفتح his own business، فبلش بجبهة تحرير الشام بسوريا اللي هن هلا عم نشوفهم بحلب. الزلمة راح من القاعدة لداعش للقاعدة لجبهة النصرة لجبهة تحرير الشام، يعني بعد ناقص ينضم لبوكو حرام، هيك بيكون دار عليهم كلهم. لا وبالاخر امريكا بتقلكم في $10 مليون مكافأة اللي بيعتقلوا. جايز الزلمة كان عندكم ببلاش، انتوا طلعتوه وصلت هلا $10 مليون قيمته، عملي. نفترض انه كلامك صح وكل اشي اتهمتيه صح، طبعا اكيد هسه لما تشوف واحد بطل او واحد بيحرر او واحد بيعمل اشي للاسلام اكيد راح نهاجمه، لازم نسوي سمعته ونخليه انسان مش كويس. بس نفترض انه كلام اللي حكيتيه صح، على اخر الزمن بدها تيجي واحدة متعرية متشلحة بدها تقيمه، بدها تحكي عن الاشياء اللي عملها، يا ريت تروحي تهتمي بحجابك ورقبتك وجسمك اللي طالع برا، بعدها تروح تتدخلي بغيرك. يعني يا ريت تستري حالك شوي، لانه كل الشباب بتغزلوا بفخداتك حاليا.
لو انه شاب اللي قاعد بنتقد بنقول ها ممكن ارد عليه، بس انه واحدة زق ملط زيك لا والله ما هو منطق. لا يا ريت نروح ندير بالنا عننا بعدين نتدخل بالناس. بس سبحان الله احنا لما نشوف واحد بيشتغل لنا وبيساعدنا وبيحرر فينا لازم ننتقده ونطلعه اقذر كائن حي على وجه كوكب الارض. اما حسن نصر الله اللي كان يحارب اخواننا بسوريا، لا هذا واحد من الصحابة رضي الله عنه، طلعتوه شهيد ما انتوا الكل صار يترحم عليه على اساس انه الزلمة واحد من الصالحين. اكيد راح تشوفوا ابو محمد بهاي الحالة ما دامكم شايفين حسن نصر الله واحد من الشهداء. ما بنكر الاشياء اللي حكيتيها اوكي كلها موجودة بالسي في تبعه وموجودة على جوجل، بس مش شرط انه الزلمة اذا كان في الماضي سيء فهو في المستقبل راح يكون اسوأ. في كثير ناس كانت سيئة ربنا هداهم واصلح حالهم، وبالعكس صاروا ناس كثير منها. انا ما بدافع عنه بحكي انه هو احسن انسان على وجه كوكب الارض، بس لسه الزلمة ما شفنا منه اشي. ما بنقدر نحكم على ماضيه عشان نحكي هو مين هسه. ممكن هو كان سيء بالوقت الماضي، بس بالوقت الحالي احنا لسه ما بنعرف. الزلمة ما طلع صرح بشي غير، ما سب ولا الحد ولا غلط بواحد من الاديان، فلغاية الان ما بنقدر نعرف ايش هو، فما بنقدر نحكم عليه. بس افعاله لغاية الان واذا استمرت على هذا الوضع انا بصراحة مبسوط منها كثير. اما بالنسبة لك يا القاعدة وقاعدة بتشوه في سمعته، يا ريت نروح نلبس اشي مسطر لانه الشباب مقضينا عندك في المكتب بيطلعوا فخداتك، فنستر حالنا شوي بعدين نحكي عن النار. اما هاي الحج شو مالها؟ يا ابن حدا يمسكها، حدا يقنعها انه الاشي اللي بتعمله غلط، حدا يقنعها انه في طبيخ وفي لا اله الا الله. يا حج مشان الله ترحمي مفاصلك، انت اللي في عمرك بدير باله على مفاصله وهو طالع على الدرج قاعد بترقص راب، تنفذي قواك بلف الدوالي وتفريم الملوخيه، ابعد عن رقص على التيك توك مش مناسب لعمرك بالمره. والحج اللي قاعده جنبيها تقوم تلطشها في علبه سائل جلي او المفرم يخليها تصحى على الاشي اللي بتعمله. محمد بشار الاسد وصلتني معلومه انه كاين هون جوا. انا صار لي ساعه بركض وراه، اذا ماسكه طاحنه شرد جوا يا كبار بدي افوت له. اطلع هلا تعال ولك انا اسد. انت خرا انت صرماي. راح ابلع وبلع. وين راح؟ عفو ربك شكله كاين نايم هون كل هاي الفتره. كاين نايم هنا مسكته بثار نايم على بثكير. والله هذا ابو حميد اي شيء بيشوفه بروح بيطلع منه قصه، والله عايش في احلام العصر. يعني هذا هو بيحلم وهو صاحي وبيكون عايش وهو نايم. مستحيل يكون تفكير بني ادم صاحي. شاف ترند عن بشار بروح بيلحقه، شاف ترند عن ترامب بروح بيلحق. بعدين ليش الكل بيجوا على المدينه اللي انت عايش فيها يا وانت كون في كل مكان بتصير فيه جريمه؟ بينما انت بتحكي لماما ماما اتحررت سوريا، وبينما ابو حميد شخصيا بنص سجن صيدنايا تحت الارض 80 متر دور على السجناء عشان اطلعهم، وانت على التلفزيون ماما سوري. عفو ربك ولك تعال شوف وين انا موجود. انت بتحكي لماما سوريا تحررت، حياة صراصير جوا بلعتها عشان اوصل للسجناء اللي الاسد ظلمهم. واذا بمسك الاسد اللهم لا حسد شو راح يصير فيه. اطحن احمد تعال بقول لك اكل الصراصير. خلي احمد يعمل ردة فعل عليه. تعال تقعد. صراحة فرجيك اوسخ اشي تشوفه في حياتك لهاي السنة. جاهز؟ يلا هاي الكاميرا قدامك عم تحكي لماما ماما اتحررت سوريا، وبينما ابو حميد شخصيا بنص سجن صيدنايا تحت الارض 80 متر دور على السجناء عشان اطلعهم، وانت على التلفزيون ماما سوري. عفو ربك ولك تعال شوف وين انا موجود. انت بتحكي لماما سوريا تحررت، حياة صراصير جوا بلعتها عشان اوصل للسجناء اللي الاسد ظلمهم. واذا بمسك الاسد اللهم لا حسد شو راح يصير فيه. اعطينا رايك. اعطينا رايك. اخوان هذا واحد بشمش والله اسمه عايش في الدارك ويب ريحة طباطم. والله توصل لمرحلة الغباء هاي تصير تفطر بوابيج مش كورنفليكس كل يوم، تفطر بابوج الصبح وبابوج المساء عشان تقدر توصل لمرحلة تخلف ابو حميد. Мистер Бист, рис, мистер Бист, ест рис, посмотри вниз, там мистер Бист, каратист, мистер. انا اكتفيت خلص. انا من بعد هذا الفيديو تبع مستر بيست هريست خلص بكفي اليوم. شفنا فيديوهات ما فيه الكفاية ومش بتحمل اشوف تخلف اكثر.
كفاها الله. فهلا يا جماعه بكون ختم فيديو اليوم. اذا عجبكم او ما عجبكم تنسوش تعملوا لايك، واذا اول مره تشوفوا القناه اشتركوا لانه قريبا في كثير فيديوهات. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.